السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا رمز العض في المنام. طبعا هنوضح تفسير العض بالتفصيل في المنام زي ما متعودين كل مرة. العض في المنام بيدل على الكيد، وقد يدل على فرط المحبة للشخص المعضود في المنام. أما إذا رأيت إنك عضيت إنسان وخرج منه دم فذلك بيدل على حب، ولكن الحب ده بيكون فيه إثم أو مشكلة. ومن عض على يديه في المنام قد يدل على الندم في شيء فيه مخاطرة في دينه، وقد يدل على أن الرائي شخص ظالم، وقد يدل أيضا على الندم في شيء ما في حياته. والعض في المنام إذا خرج منها دم فهي محنة، وقد تدل أيضا على الغيظ. نيجي بقى لتفسير العض في المنام للفتاة العزباء. إذا رأت البنت في منامها أن هناك شخص معلوم يعضها فذلك بيدل على أن ذلك الشخص يحبها حب شديد. أما إذا رأت أن هناك شخص غير معلوم يعضها فبيدل على تقدم شخص لها يكن لها كل حب واحترام. نيجي بقى لتفسير العض في منام المتزوجة. إذا رأت المتزوجة زوجها يعضها فبيدل على حبه الشديد لها، إلا إذا شعرت في منامها بألم أو خروج دم مكان العض فبيدل على سلوك من زوجها يفعله يؤذيها، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأته يعض يدها وشعرت بألم شديد فبيدل ذلك على إنها ساعدته وساندته كثيرا، ولكن هو ينكر ذلك ويؤذيها. أما إذا رأت أن أشخاص معلومة لها أو أقارب لها يعضوها ولكن بدون شعور ألم في الرؤية فذلك بيدل على حبهم لها وبيكنوا لها الاحترام. نفهم من ذلك أن العض في المنام إذا كان بألم فهو غير محمود، أما إذا كان بدون ألم فهو محمود ويدل على المحبة. نيجي بقى لتفسير العض في المنام للرجل. إذا رأى الرجل في منامه أن هناك امرأة قبيحة تعضه فذلك بيدل على أنه يعاني من أمور في حياته وتعطيلات كثيرة. أما إذا رأى أن هناك امرأة جميلة تعضه ولكن بدون ألم فذلك بيدل على نجاحه في هدف يسعى إليه في حياته. وإذا عضته في يده فهو مال يحصل عليه، وإذا عضته في رجله فهو حصول على عمل يسعى إليه، ولكن هنا إذا كانت المرأة جميلة. أما إذا عضته من كتفه ولم يشعر بألم فهناك شخص في حياته سيحصل منه على منفعة، والله أعلى وأعلم. وإذا رأى الرجل امرأة يعرفها أو بنت عزباء يعرفها في الواقع بتعضه فذلك بيدل على حبها الشديد له، وسيكون بينهم ارتباط رسمي، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الرجل أن هناك شخص يعضه والشخص ده في الواقع صديق مقرب منه فذلك بيدل على حب صديقه له ومساندته ومساعدته له في حياته. أما عض الكتف مع الصريخ في المنام بيدل على أن الشخص سوف يضرك في مال أو شيء معنوي يخصك، يعني صيغة المنام هي اللي بتتحكم في التفسير زي ما انتم متعودين وشايفين عندي التفسيرات كلها على القناة. وبكده نكون خلصنا تفسير العض في المنام بكل تفاصيله للعزباء والمتزوجة والأعزب والرجل والعزباء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.